في الآخر صديقنا قرر يكشف بس بعد فوات الأوان. قصة حزينة بنشوفها كذا مرة، والمرة دي هحكيها لكم زي ما أنا سمعتها بالظبط. قصة واحد جالي بس للأسف فقد جزء كبير من نظره. تفتكروا بسبب خبطة؟ بسبب حادثة؟ بسبب حاجة خطيرة دخلت في عينه؟ أو بسبب مرض خطير أو مرض وراثي؟ لا، للأسف فقد نظره بسبب مش همل ان انا اتكلم عن الموضوع ده لاني بشوفه كل يوم. القصة بتاعتنا بتبدأ بشاب جميل زي الفل، جاله حساسية والتهاب وعينه محمرة. المهم ان ما كانش فيه دكتور فاتح وقتها لان الموضوع كان بالليل. راح على صيدلي والصيدلي اداله قطر وقال له هتكشف كمان اسبوع. وفي روايات اخرى ومع ناس تانية بيكون اللي واقف ده مش صيدلي وبيديله القطرة وخلاص. وفي رواية تالتة بيكون واحد بيرشحها لواحد صاحبه. المهم ان احنا خدنا قطره بدون استشاره طبيب عشان عندنا التهابات في عينيه. ايه الخطير في كده؟ مفيش حاجه. الاجمل بقى ان هو اول ما خد القطره سحر، الالتهابات راحت، الحساسيه راحت، كل حاجه راحت. كويس تمام. تاني يوم عيني احمرت شويه، حط نقطه من القطره ونقطتين. تفتكروا كده هيروح يكشف ليه؟ ما هو خلاص لقى العلاج السحري اللي هيضيع له كل مشاكله. كل ما بقت عينه تحمر يحط من القطره. فضل على كده سنين وسنين وسنين، نسي اصلا ان في حاجه اسمها عياده عيون. شويه جاله شبوره، راح للدكتور تاني بتاع الصيدليه زود له حاجه مرطبه مع القطره اللي بياخدها. بقى بياخد نوعين قطره، قطره لسه مش عارفينها وقطره مرطبه. ولما جه يقيس النظر بتاعه عشان يجدد الرخصه لقى ان نظره ضعيف. وهو ما كانش بيشتكي بالنظر ضعيف قبل كده لانه لما عمل الرخصه اول مره كان بيشوف كويس. هنا اضطر ان هو يروح لدكتور العيون، وللاسف جالي. وللاسف اكتر ان انا لما شفته لقيت ان ضغط عينه عالي، فقد جزء كبير من العصب البصري. للاسف ما فقد منه مش هيتعوض. والحاجه اللي كان بياخدها زي ما انتم كلكم عرفتوا دلوقتي الكورتيزون. قصه ممله، قصه متكرره، ولكن وجب ان احنا هنقولها. وجب ان احنا نحذر الناس ان الكورتيزون مش بيتاخد في الصيدليه. فيا صيادله بعد اذنكم لما يجي لكم حد عنده التهاب او حساسيه، وعلى الرغم من ان الكورتيزون ده هو اقوى مضاد حساسيه وهو سحر فعلا، بس احنا ما ينفعش نديه بدون استشاره طبيب. المريض هياخده حتى لو انت قلت له اكشف، هياخدها مره اتنين تلاته، هيستحلي الموضوع ومش هيروح يكشف، فمش هيطمن على عينه. احنا كاطباء لما بنكتب الكورتيزون بنبقى عارفين احنا هنوقفه امتى وعندنا جدول في دماغنا. يا اما هاخده لمده اسبوع كل شهر، يعني اسبوع وهوقف 3 اسابيع وهاخد حاجه تانية. يا اما لو واحد عنده مرض مناعي وانا مضطر ومجبر ان انا هاخده فهتابع قياس الضغط على طول، بل اني ممكن ابقى مدي معاها كمان قطرات عشان تخفض ضغط العين. الكورتيزون بيعلي ضغط العين يا جماعه، وبيعمل ميه زرقاء وبيعمل ميه بيضاء، مش في كل الناس ومش من مره مرتين اسبوع هتاخدهم، ده على مدار سنين. فما تخافوش لو انت متابع مع دكتور، اطمن عشان ما يجيش حد بيتفرج على الفيديو ويقول لي ايه ده انا خدت كورتيزون امبارح. ايوه يا حبيبي انا باخده، انا نفسي باخده لما عيني تكون ملتهبه وفيها حساسيه وبديه لاولادي، بس ببقى عارف اوقفه امتى. زي ما الديناميت كان في اول اختراعه حاجه مهمه جدا للاعمار والتعمير بس استخدم في التدمير، برضه الكورتيزون اللي ممكن يعمي عينك هو علاج ممكن ينقذ عينك. مين اللي هيقرر؟ الدكتور اللي هنكشف عنده. انشروا القصه دي في كل مكان، ما تخافوش ما دام متابعين مع الدكتور، وان شاء الله اطمنوا. الموضوع ده بيحصل مع استخدام الكورتيزون لفترات طويله، سنين وسنين وسنين بناخده بدون استشاره طبيب، وجسمنا كمان مستجيب ليه. يعني انت لو شخص عادي مش هيحصل لك كده، بس في كل الاحوال انت مش هتاخد الكورتيزون غير باستشاره الدكتور. قطرات الكورتيزون عشان لو مش عارف هيكون فيها كلمه ديكس، فدي اسمها ديكسا، او بريد BRED، او حاجه اسمها فلوكا او FML. بريد، ديكس، فلوكا، FML. لو مش عارف اي قطره ما تاخدهاش من نفسك، استشير طبيب العيون. ولو هو كاتب لك قطره كورتيزون ونسي يقول لك هنوقفها امتى، قول له هنوقفها امتى يا دكتور. كان معاكم دكتور محمد جوده، مع السلامه.